هات زوم عليها، شايف العين منوره باينه فيها؟ باينه التنويره؟ الفلاش بتاع الموبايل مفتوح صح؟ لا تقريبا. انا دلوقتي هخش عليها بالايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقربش انت بس ايه على قد ما تقدر عشان ما تقربش. باينه؟ استنى. بص انت في الكاميرا، بص انت في الكاميرا ها؟ باينه. دول اتنين، هحاول اخش على واحده ولا اخش على واحده؟ بقى دي اكبر، تعالى ناخد من الاكبر الاول. يا خرمتني. ايه ده يا حسين؟ اهي عندي اهي، شفتها؟ لا مصور طيب؟ بصور اهي. اهم حاجه مصوره وهي داخله ولا لا انا ما كنتش شايف اصلا، انا كنت نعوضها في الجايه. ماشي تعالى. هي بص تحت رجلك. شايف؟ طب ودي هنعمل فيها ايه؟ ايه دي؟ استنى. دي احطها لك في جيبك؟ جيبي؟ ماشي. صورها بس وايدك في الموضوع. انت صور اهو. ما ضخمه قويه قويه اهي. هتجيبك؟ لا ده لا. ليه؟ قطع. ماشي اهي تقعد تخبط لك في بطنك كده اهو. انا افضل اعمل كده. التانية بقى كانت هنا اهي قدامك. انا خايف بس اللي في جيبي ما تقعش. جيبها بس اهم حاجه. استنى مش باينه، مش باينه كويس اهو. يلا خش. شفت ردت ازاي؟ يا رب تكون جاي. شفت ردت ازاي؟ يا عم انت ما شفتهاش. شفتها؟ لا ده اتنين كمان. ايه ده؟ اتنين ورا. وفي واحده صغيره كمان تحت اهي. ايه ده؟ انت عملتها ازاي دي؟ يلا بينا. ماشي يا جماعه، احنا اهو جبناهم عشان نطلعهم. بصوا ما شاء الله. اجيب اللي في جيبي ما شاء الله. دي واحده، احنا جبنا 3 هناك. صور ما بدخلها يعني. بحاول اقفل. بص افتح كده ركز مع ايدي. مش مكاين. هنوري لهم دلوقتي، مش دلوقتي، في الاخر في الاخر ان شاء الله، في اخر الفيديو هنوريكم كل اللي احنا جبناه. ماشي. ادي التانية اهي. صور ايدي ها. اهي التانية، واللي في جيبه نجيب اللي هو حاطها في جيبه. ايوه كانت هتطلع ان شاء الله. اكبر واحده في جيبي. ايه ده؟ بصوا يا جماعه هنا تليفون. حلو حلو ايوه. يعني لما نشوف حاجه كده يمكن تحت الصخره دي. ارفع. في سمكه. ابويا الكابوريا دي دخلت مش عارفه طريقها. ايه السمكه دي؟ ايه ده؟ استنى اقف كده وراها. ايه السمكه دي؟ وانا سمكه سمكه. في سمك. شايفها السمكه دي؟ يا محمد. حاولت تقف وراها. مش رابط كده. ياخد ايه دي بقى؟ ايه ده؟ مش مقرب دلوقتي يطلع سمكه. ايه ده؟ تقريبا. تعالى باي. تعالى على الصخرة دي. صورها كده. حجمها بسم الله ما شاء الله. مش عارف، معرفوش، بس اصلا شكلها في الفيديو مش شبه الحقيقة. بس المسج هي مش مكرونه خالص. تصدق السمكة دي قبل كده كنت بصطاد مكرونة، شفتها وكنت بحاول اصطادها بس مش راضية تاكل اي حاجة. ايه المنظر المرعب ده؟ شكلها شبه المكرونه. ناخدها بقى وخلاص. هي بص اصلا حجمها هي المكرونه من هنا بتبقى عامله كده. تصدق والله شكلها مكرونه كبيره يعني. تقريبا. استنى كده يا محمد، استنى يا عم وانا هي اللي بتنص والله ما هي شبه المكرونه قوي الصراحه. هي مكرونه يعني اتوقع. يا عم تتاكل. هنبقى نسأل كده واحنا مروحين. هي عموما ايه، احنا عايزين نبحث نشوف هي دي ايه بس. ولو حد يعرف يقول لنا.
عشان انا خايف. بس فكرة حلوة. ماشي، انا مش هعذبها اكتر من كده. بس هي بطنها بدأت الكابورياية تطلع. دي، بص ايمي دي فكك منها، دي هنرميها نذبحها. خليها تعيش حياتها. بتبقى صغيرة وبتقرص جنتل. قريت. كده، هتمسك في البداية. همسكها من وريني كده وريني كده. يلا بالسلامة. هنعمل ايه في دي؟ هتحطها في المية معاك؟ تعالى. بعد ما بحثنا عن نوع السمكة لقينا ان هي بيتقال عليها هنا في اسكندرية سمكة الجعير، وهي سمكة مش سامة ولا حاجة، ولكن طعم لحمها وحش، فاحنا هنا قررنا ان احنا نطلقها. بصوا يا جماعة، احنا اصطادنا هنا ما شاء الله كابورياية حلوة اهي، واحنا بس هنسلكها من الملقاة. يلا. عايزة تعض، افتح ال ايوه، دي مسكتها الصح، دي مسكتها الصح يا جماعة، عشان ما تعضكمش، واحنا بنعلمكم حاجة اهو. حطها في البتاع وهي هتسيب، حطها هنا وهي هتسيب. ودي على فكرة يعني ايه برضو معلومة مهمة جدا في الكوارث، اول ما تلاقي نفسها هتقع في حاجة بتقوم سايبة. بص بقى، حطها هنا بس هتلاقيها ثابت. ايوه هتسيب هي، خلاص سيبها بقى كده، هي هتسيب، هي هتسيب، سيبها سيبها، حالفة ما تسيب اصلا. هي هتسيب لوحدها صدقني. خليها بس على ايوه ان شاء الله. يلا بينا. بعد ما خلصنا يا جماعة، ده كده نص الانتاج اللي طلع عندي. النص التاني انا اديته لاحمد، وامبارح انا صورت لكم الفيديو بتاع الانتاج كامل، ولكن لما رجعت اكتشفت ان الموبايل كان بيصور بجودة منخفضة، ولما جيت اشغله بعد كده لقيت ان الفيديو شغال صوت بس، لان المية ساعتها كانت عاملة يعني علمت على علامة في الكاميرا خلتها تصور فيديوهات بجودة وحشة جدا وتصور صوت بس كمان، واحنا ما اخدناش بالنا لان احنا كنا بنصطاده في المية. انا بقى يا جماعة عايز اقول لكم ان الفيديو ده احنا قلنا لكم حاجات بسيطة جدا من اللي احنا اصطادناها، ولكن احنا ما شاء الله اصطادنا كمية كبيرة. ولكن يا جماعة الموضوع بتاع ان احنا نصور واحنا بنصطاد كان صعب جدا جدا جدا، كنا محتاجين ان يكون معانا حد هو اللي يصور بس. فانا مش عارف هل انتوا هتحبوا نوع الفيديوهات ده ولا لا، ولكن هو انا شايف يعني ان ده من احسن انواع الفيديوهات، لان بيحصل كمية حاجات واحنا بنصور، حاجات يعني تستحق ان هي تتصور، موقف وطرائف وحاجات كده. فلو انتوا يا جماعة حابين ان انا اعمل لكم فيديو واوثق فيه رحلة الصيد كلها، قولولي وانا هجيب حد مخصوص باذن الله يصور. انا هنا اخدت الكابوريتين بس من اللي احنا اصطادناهم، وسبت الباقي لاحمد لان هو بيحب الكابوري. تمام يا جماعه، ما تنسوناش من الشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. ولو انتوا حابين تشوفوا فيديوهات زي دي اكتبوا لي في الكومنتات عشان انا اعرف اعمل لكم فيديوهات زي دي. ولو حابين ان احنا نوثق كل حاجه من اولها لاخرها باذن الله نوثق من اولها لاخرها. وده هو الرزق اللي ربنا رزقنا فيه ما شاء الله. جنبي جامبو، انا هنا حاطط المشبك ده عشان تعرفوا حجم الجمبري، ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله حلو جدا، حجمه حلو جدا ما شاء الله. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. انا ان شاء الله هنزل اصطاد تاني النهاردة برضو، ولكن الفيديو اللي جاي ده فيديو مفاجأة وملوش دعوة بالصيد، ولكن هو ليه علاقة بالميل وورم، لان انا ان شاء الله هجيب حاجة كده اقتنيها باذن الله واربيها، بس دي مفاجأة بقى مش هنقولها دلوقتي. تابعوا معانا بقى القناة كده واشتركوا عشان عاوزين نوصل ل1000 مشترك. ولو محتاجين مني اي حاجة، انا يا جماعة دلوقتي برد على كل الكومنتات، كل الكومنتات اللي كلمتني انا رديت عليها. والفيديو اللي فات في واحد محترم جدا سألني سؤال، انا هقول لكم السؤال والاجابة هنا كمان في اخر الفيديو ده، عشان ده كان سؤال مهم جدا. قال لي طب انا دلوقتي لو عايز ابيع ميل وورم ابيعه لمين؟ فيا جماعة انا هقول لكم ايه المصادر اللي بتشتري مني انا شخصيا الميل وورم.
اول مصدر هو المربين الجداد اللي عايزين يبداوا مشروع، والناس دي يا جماعه عشان تبيعوا لها لازم تبيعوا لها انضف واحسن حاجه. لازم يكون الميل وورم اللي بيتباع لمربي يكون ميل وورم خالي من الاصابات الحشريه وخالي من الاصابات الجلديه، مفهوش اي اصابه. لو هتبيعوا لمربي جماعه، لو هتبيعوا لمربي لازم تبيعوا حاجه مفيهاش غلطه. ولكن المصادر الاخرى وهي المصادر اللي بتستهلك الميل وورم هم مين؟ اولا الناس اللي بتربي طيور الزينه. الناس اللي بتربي طيور الزينه وبالذات اللي بيربوا البغبغانات بيحتاجوا كميات كبيره جدا من الميل وورم. ثانيا الناس اللي بتربي الاسماك الزينه وبالذات الاسماك الغاليه، دول برضو بيحتاجوا ياكلوا الاسماك بتاعتهم غذاء حي او لايف فود هم بيسموه كده. تالت حد ممكن يشتري منك وده اشترى مني قبل كده كتير، وهي الناس اصحاب مزارع العقارب. جماعه العقارب بيستخلصوا منها السموم عشان يعملوا الادويه، والعقارب دي ما بتاكلش الا الميل وورم بس، فاصحاب المزارع بيبقوا في اشد الاحتياج للميل وورم ده وبياخدوا باسعار كويسه جدا. اخيرا وليس اخرا شركات الاعلاف. شركات الاعلاف بتشتري الميل وورم. خامس حاجه بقى ودي انا منصحش بيها بس انا هقولها لكم برضو يعني عشان لو حد معرفش ان هو يسوق الانتاج بتاعه خالص، في تجار بتشتري الميل وورم بالجمله وبتشتري اي كميه، والتجار دي انا على تواصل معاها. ولكن يا جماعه انا ليه ما انصحكمش بالموضوع ده؟ انا الصراحه مش ببيع للتجار، يعني دلوقتي مش ببيع لهم خالص، ولكن يعني لو الموضوع زنق معاك خالص ومش عارف تسوق الانتاج بتاعك وهم التجار بياخدوا بسعر مش سعر متوسط، هم بياخدوا بسعر الجمله، فهو طبعا بتبقى انت كده ولا كده كسبان. بس برضو يعني ايه، حاول انك تبيع لمصادر اخرى غير المصدر ده. لكن لو زنقت معاك وعاوز تبيع لواحد تاجر بيشيل اي كمية عندك ولكن بسعر الجملة، كلمني وانا هساعدك في انك تبيع كل الكمية اللي عندك. يا رب اكون فدتكم، ولو استفدتوا باي حاجة ما تنسوناش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.